السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم مزيانه وفي احوال جيده وطيبه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو ديالي بديته معكم اليوم ان شاء الله من الصباح. انا البنات اول حاجه بديت بها هي هاد الصالون هادو، نجمع هاد الملايات فين كانوا ناعسين وليداتي يلاه فاقوا. هنا راني فقت في الصباح ونوضت وجمعت المعانات الكوزينه، وجدت الفطور لولادي وفطروا. نوضتهم، وجدت الفطور اول حاجه وفيقتهم وفاقوا فطروا. مع اليوم السبت ما قارياش بنتي اللي كتقرا، ما خلاص ولدي راه مازال صغير، يلا دابا عنده 3 سنين و7 شهور. وجيت نجمع هاد البيت هذا ما انا صايمه، لا ان شاء الله يا ربي. ما وجدت لا غدا لا والو، صايمين انا وراجلي. ما وجدت لا غدا لا والو. هنا قلت نشارك معكم هذا الصباح خفيف ظريف كيف ما هو بالطبيعه ديالو، بلا زواق بلا والو. نشارك معكم صباحي. اول حاجه غنجمع الدويره ديالي جميعه خفيفه ان شاء الله، ونشارك معكم واحد المسمن ديال الشحمه. ان شاء الله غنديه وغنمشي عند اغوستين نفطروا اليوم ان شاء الله كما قلت صايمين وصايمين كاملين. هي ان شاء الله راه موجده الحريره، وموجدين كذلك مرات لوسي ما شنو موجده. المهم بغاو ملاوي ديال الشحمه ديالي، مسمن عفوا ديال الشحمه ديالي. قلت نديروا لهم ان شاء الله اليوم ونديه نفطروا ان شاء الله مجموعين لا كتاب يا ربي. المهم هاد الروتين راه ديال اليوم السبت، راني شاركت معكم الروتين ورحت لكم ان شاء الله كنمونطيه دابا، وغنحط لكم ان شاء الله في الوقيته مع 8 ان شاء الله لا كتاب ان شاء الله يا ربي. مول الفيديو ديال اليوم غنجمع ان شاء الله ونسالي، وعاد ندخل الكوزينه نشارك معكم طريقتي في تحضير الملاوي ديال مسمن ديال الشحمه اللي كيجي زوين بزاف بنات، مورق ومقرمش. مسمن اللي كنا كنديرو دائما، المعتاد. صراحه ما دخلت عليه حتى اضافه، بغيت نديرو على حقو طريقو كما كنا كنديرو شحال هادي. صراحه جا زوين بزاف. راه مازال ما دقتوش البنات، راني مازال صايمه. انا البنات من ساليت الجميع دوزت، شيت على الزربيه وجيت هنا. هاد الحويجات هادو راه من نهار الخميس وهما منشورين البنات، من نهار الخميس بنت ونشرتهم تشمشوا في النهار شويه برا. وليت دخلتهم في اللي ما طويتهم جات الشتاء، وليت جمع قلت زعما نزيد نشمشهم شويه ساعات. تبارك الله البارح كانت شتيوه ما شاء الله، صافي خليتهم. واليوم ان شاء الله السبت عاد كتاب. كنطويهم صراحه من الشهر نطويهم، لحقاش بمجرد اني نديرهم في الشبكه ونحطهم تنطويهم صافي كيبقى يتزاد الحوايج على الحوايج، صافي كيتجمعوا عندي. اللهم من الاحسن من الشهر كنطويهم وردهم ان شاء الله لبلايصتهم، وصافي كنتهنى ونرتاح منهم. ما كتكونش عندي داك الروينه د الحوايج نهائيا. بصراحه ملي كنت كننشر في السطح كان كيتجمع لي التصبين بزاف، كنت كننشر بزاف وكيتجمع لي التصبين وكنهبطو وكنعجز عليه ملي كيكون هكاك بزاف. هكا ملي بقيت كنديرو في النشار تهنيت وارتحيت، وليت من النشار كنطويه وكنرجعوه بلايصتو. هنا راني ساليتهم نرجعهم ان شاء الله بلايصتهم وندوزو باش نحضروا المسمن ديالنا اللي غادي نحتاجو ليه. 3 زلايف ديال الفورس وزلافه ونص ديال الفينو. انا هنايا ما كملتليش نص زلافه ولكن راني خديت بها. دائما الطحين ديالنا راه مغربل، الفورس راني غربلته، الفينو راني مغربلاه عاد ديرها في البواطه ديالو. ودائما لا في المسمن ولا في الملاوي نصف الكميه ديال طحين الفورس كنديروه فينو، هذه حاجه باينه. وهنا درت راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز صراحه باش ما يضرناش في المعده. دائما كما كتشوفوني كنديرها في الملاوي ولا في المسمن كندير الخميره ديال الخبز باش كتسرع لينا العمليه ديال الهضم. وانا ضفت عليها الماء اللي دافي وغنبدا نعجن الملاوي ديالي. كنعجنهم بالماء اللي دافئ، ما يكونش سخون بزاف كذلك ما يكونش بارد. ونستمر في العجن على هذه الطريقه. هذه العجينه راه كلشي كيعرف العجن الخبز، وراه العجانات تبارك الله دابا راه موجودين. بزاف الناس اللي عندهم العجانات سهلوا المأمورية، وبنادم كيستغل الوقت بزاف بحال دابا هاد الوقيته اللي يعجن فيها، يدير العجانه تعجن ويمشي هو يجمع الحشوه اللي غادي يعمر بها. كيبان كيستغل الوقت. اي اللهم لك الحمد. شغادي يدير بنادم. هنا نستمر على هاد الطريقه هذه ان شاء الله حتى نكمل العجينه ديالي. وبهذه المناسبه كنشكر البنات بزاف اللي خلاو لي كومونتير تعاليق ديالهم زوينه، كنقول لهم شكرا لكم من الاعماق ديال القلب ديالي. صراحه ما كتخيلوش شحال كتفرحوني بزاف 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 بزاف. شكرا لكم وشكرا على الدعوات ديالكم زوينين، والله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي، والله يفرح كل وحده في هاد العواشر، ويعطي كل وحده ما كتمنى. اللي ما عندهاش الوليدات الله يرزقها بالذريه الصالحه، واللي باغا تزوج الله يفرحها
الله يعطيها ما كتمنى، واللي قاري باغي ينجح الله ينجحها. كنتمنى ان شاء الله السعاده للكل، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها له في هاد العواشر وفي هاد الايام المباركه يا ربي. ورمضان اللي على الابواب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا لا فاقدين ولا مفتقدين يا رب امين. صراحه هاد المسيمنات ينفعونا في رمضان، لان معروف رمضان ضروري ملاوي ديال الشحمه، ماشي ضروري يوميا ولكن ضروري كنديرهم في رمضان. هذه راه حاجه باينه. ينفعونا، كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا. المهم هنا غنسالي العجينه ان شاء الله ونغطيها بلاستيك وندير عليها شي زويف ونخليها ترتاح، وندوزو باش تحضروا الحشو اللي غادي نحتاجو لها. هنا كما قلت لكم ما درت حتى شي اضافات، ندير بالسمن بالشحمه والبصله عادي، ما زدت حتى شي حاجه. هنا درت البصله القياس اللي غادي العجينه اللي درت عليها شويه ديال الملحه، ودرت عليها قليل من الزيت العاديه، ما درتش زيت الزيتون، ونخليها فوق النار كما كتشوفوا. شعلت عليها البوطه المتوسطه ونخليها تطرخى شويه. عاد غادي نضيف لها ان شاء الله الربيع، ونضيف لها كذلك التوابل. هنا البنات من بعد كما شفتوا راه البصله ديالي بدات كطرخى كتنزل، عاد ضفت عليها الربيع. هنا المعدنوس درت لها غير المعدنوس، ما كنديرلهاش القزبر، درت لها المعدنوس وغادي نضيف لها التوابل. هنا ندير اول حاجه درت لي بزار، على حسب الحرو دائما الكميه ديال العطريه كل واحد والقياس ديالو اللي كيدير. درت كذلك تحميره ولا فلفله حمراء، درت سكينجبير، وغندير راس المعلقه ديال الخرقوم، وكذلك راس ديال المعلقه ديال الكمون، وغادي نخلط الكل مزيان. المهم هادو هما الماوي ديال الشحمه اللي كنا كندير اللي كانوا كيديروا لنا والدينا شحال هادي. اللي حلينا عليهم ما كانوا كيديروا فيهم حتى شي حاجه، كيديروا غير هكا وكيجيو صراحه زوينين وكيجيو لذاذين. وهنا كما كتشوفوا البنات راني كنضيف الشحمه. هنا الشحمه صراحه راه عكوزتي هي اللي عطاتها لي، كانت موجده هي في العيد الكبير كطيبها، فهمتي، باش ما كتضيعش كطيبها ماشي بحال الخليع، كتذوبها مهم باش كتبقى مزيانه العام كامل. هي اللي طيباتها وعطاتني منها. وهنا درت الشحمه وغادي نخلي الحشوه ديالي طيب. كانت كما كتشوفوا راه بدات كطيب صراحه ريحتها المهم ريحتها راه زوينه بزاف. ريحتها جايه غزاله. وهنا الحشو ديالي صافي راه بدات كتلصق من التحت، صافي راه طابت. غادي نطفي عليها النار ان شاء الله يا ربي، وندوزو باش العجينه ديالنا باش نشكلوها. هنا العجينه ديالنا من بعد ما طيبت الحشوه وطفيت عليها راه طرخات معانا. هنا جبت بلاطو اللي غادي ندير فيه، جبت زليفه درت فيها الزيت العاديه اللي كنطيبوا بها، وهنا كنخرج الهواء من العجينه ديالي. انتما شفتوا البنات العجينه ملي كترتاح كل ما ارتاحت كل ما كتجي مزيانه، كل ما كتعطينا الطوع، وكل ما كتجي العجينه اللي لينه. هنا دهنت يديا مزيان بالزيت، وغنبدا نشكل العجينه ديالي كويرات. على حسب دائما كنقول لكم حسب القياس اللي بغيتو وعلى حسب المقله اللي عندكم. انا هنايا راه درت القياس ديال كل جوج في مسمنه وحده، فهمتوني، يعني راه درتهم صغيورين لان كل جوج يجيو في مسمنه وحده. ان شاء الله دابا تشوفوا معايا الطريقه باش كيجي مسمن ديالنا مورق وكيجي الصراحه زوين بزاف. المهم هاد الطريقه هذه راه سهله وراه بزاف اللي كيديروها، وقلت علاش لا من اليوم غادي نديرها. شاركت معكم الروتين ديالي بكل العفويه ديالو على الطبيعه ديالو، نهاري ولا صباحي كيف ما دوزتو شاركته معكم. كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا. صراحه البنات انا راه بديت كنولف انا بحال يوميا خصني نشارك معكم داكشي اللي كندير، فهمتوني. يعني صافي اليوم قلت نهاري غنشاركوا معاهم باش ما كان غادي نشاركوا معاهم ان شاء الله يا ربي. هنا من ساليت الكويرات ديالي وخليتهم مرتاحوا تقريبا شي 5 ديال الدقائق، وبديت كنشكل فيهم بعد ما الحشوه ديالنا راه بردات من طبيعه الحال. لقاش هي الاولى طيبتها راه بردات، وغادي نبدا نعمر. هنا طلقت اول كويره دائما باستعانه بالزيت، العجينه ديالنا راه كانت مساعدانه، ودرت قليل من الحشو وكنشكلها بالطريقه العاديه، الطريقه ديال المسمن. ونجيب هنا الكويره الثانيه كذلك باستعانه بالزيت، وغادي نطلقها مزيان في القصعه. دائما البنات انا كنخدم في القصعه لان كما كتشوفوا اللي عنده الرخامه مزيانه في الكوزينه يطلق على الرخامه
وهنا كيما كتشوفوا طلقت الثانيه وكذلك درت فيها قليل من الحشو، والمسمنه الاولى اللي درتها في وسط الثانيه ولويت على هاد الطريقه هذه. كنتمنى الصوره تكون واضحه. بهاد الطريقه هذه كيجي مسمن ديالنا كيجي مورق، كيجي زوين بزاف. وكما قلت لكم البنات اللي عندها الرخامه في الكوزينه مزيانه تطلق في الرخامه كتجي صراحه سهله احسن من القصا. انا هنا كما كتشوفوا بوطاجي عندي فيه غير جليج واخا الصراحه نقي وكنمسحو داكشي، ولكن ماشي بحال الرخامه البنات. اللهم كنقول من الاحسن نخدم في القصا باش كنخدم مرتاحه. وهنا كذلك الثانيه راني طويتها الطريقه العاديه ديال المسمن. وهنا كذلك الثانيه درت فيها الحشو ودرت فيها الاولى وكنلويها على هاد الطريقه هذه. الصراحه هنا راه الصوره موضحه اكثر من اللي كنهضر انا واقيلا. ما زدتيش عليا الا قلت شي حاجه ماشي هي هذيك راني صايبه. الله يتقبل الجميع يا ربي اللي صايم في هاد الايام المباركه، الله يتقبل. هنا واخا تقطع معكم العجين ماشي مشكل، المهم انكم تلقوها مزيان باش كتجي رقيقه وكتجي مورقه البنات. انا هنا نبقى على هاد الطريقه هذه ان شاء الله تنكمل الكميه اللي عندي ونتلاقى ان شاء الله من بعد. وهنا البنات من بعد ما ساليت المسمنات ديالي كاملين وشكلتهم راني درت المقله ديالي كتسخن فوق البوطه وبديت كنطلق في المسمنه ديالي. صراحه راه طلقات. ومن بعد ما كتسخن المقله البنات كنرشها بالزيت وعاد كندير المسمنه ديالي طيب. وهنا كما كتشوفوا دائما الطياب ديال المسمن نتوما هو فوق البوطه، نتوما كتقلبوا نتوما كدوروه باش كيجي اللون ديالو موحد وكذلك كيتنفخ كيجي من الداخل محلول. هذه مرحله مهمه في الطياب ديال المسمن ولا الملاوي، هذه مرحله مهمه. المهم كنستمر على هذه الطريقه ان شاء الله. هنا البنات انا راني ولفت كنخدم بيديا. انا البنات واخا هزيت الملعقه ديال الخشب صراحه ولفت كنولي نحطها وكنولي نخدم بيديا. صافي اللي ولف راه ولف، واخا كتجيني سخونه ولكن كنولي نعاود عاوتاني نخدم غير بيديا. راه ولفنا، هذه هي الطبيعه ديالنا وهذه هي البساطه ديالنا. وبنادم اي حاجه كيلقى فيها راحته يديرها. بلا ما نبقاو نتصنعوا على بعضياتنا. نتوما راكم غير خوتي وغتقبلوا عليا كيف ما انا على الطبيعه ديالي ان شاء الله يا ربي. المهم هنا حليت معكم هذه المسمنه الاولى. شو كي كتجي البنات راها سخونه ولكن ما قلتش راسي. قلت ضروري نوري للبنات كي كتجي من الداخل. وهنا ان شاء الله نكمل على هذه الطريقه هذه دائما كنضوها. هانتوما البنات شفتوا حطيت الخشبه وبديت بيديا. صافي هديه اختكم على الطبيعه ديالها، قبلوا عليا. استمر ان شاء الله على هذه الطريقه هذه تنكمل. وهانتوما معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهنا البنات من بعد ما كملت هذه هي الكميه تبارك الله اللي حضرت كميه تبارك الله اللي وفيره. ما تبارك الله حنا بينا كاملين غنفطروا مجموعين، داكشي علاش درت بزاف. وهذا هو الشكل ديالهم كي كيجي. الصراحه كيجيو احسن من ديال الزنقه. والحاجه اللي كديروها في الدار دائما لا يعلى عليها. دائما البنات كيعرف راسو شنو راه داير وشنو موجد، وكتعرفي راسك شنو كديري لوليداتك، ودائما كتوجديهم بتكلفه اقل. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل. راني حليت معكم حدا باش تشوفوا الشكل ديالهم تشوفوا من الداخل كيجيو مورقين وكتجي الورقه مفروقه على اختها. وصراحه كيجيو مقرمشين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تستافدوا منه ان شاء الله يا ربي وتجربوهم. ودائما ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. والسلام عليكم الى فيديو مقبل.